المجلس الاستشاري القبطي كيان جديد يضم العديد من الائتلافات القبطية والعديد من نشطاء الأقباط في مصر. قيل عنه في الصحف الأجنبية فور الإعلان عن مولده أنه كيان يضم الائتلافات القبطية فيكرس للعزل ويمهد الأرض للتقسيم الطائفي. ما هو المجلس الاستشاري القبطي؟ وما هي وظيفته؟ من هم مؤسسيه؟ ومن الذي خول لهم الحق ليكونوا مستشارين الأقباط في مصر؟ هذا ما سنعرفه خلال الحوار التالي مع الأستاذ المفكر وعضو مؤسس في هذا الكيان الأستاذ كمال زاهر. أهلا بك أستاذ كمال. أهلا. أستاذ كمال، حضرتك عايزينك تكلمنا الأول عن بداية ومولد المجلس الاستشاري القبطي وإزاي طرحت فكرته وإيه اللي بيعمله هذا المجلس حتى الآن. يعني الفكرة يمكن كانت مطروحة من حوالي شهرين واتعمل المؤتمر الأول، فيا ريت تدينا فكرة في البداية عنه حتى لو كنا مختلفين في الطرح. أوكي. هو طبعا الاختلاف وارد ومهم وضروري، لأنه من خلال الاختلاف نقدر نقف على حقيقة الموقف. احنا للأسف المناخ عاوز أقول لك المناخ الفكري والمناخ الثقافي والمناخ السياسي والمشهد العام نعتمد حتى الآن على الحالة الانطباعية. يعني الاسم يوحي بأشياء، هذا الإيحاء هو اللي يخليك في الآخر تاخدي موقف مع ضد ربما قبل ما نتعرف على هذا الكلام، قبل ما نتعرف على مجنونه، على ايه هو، ليه، الأسئلة اللي حضرتك تسأليها يعني ده مهم. وبالتالي أظن إنه من الضروري إن احنا نعرف إنه أولا هو ليس كيانا يتحدث باسم الأقباط. دي نمرة واحد. ليس كيانا يتحدث باسم الأقباط. دي واحد. نمرة اثنين أنه ليس كيانا سياسيا. ثلاثة إنه ليس هو كيان ليس هو كيان موازي لأي كيانات على الجانب الآخر من الكيانات السياسية، خاصة في حالة الاصطفاف الديني والطائفي السائدة في المجتمع الآن. يعني ما هوش كيان بيواجه مثلا جماعة الإخوان المسلمين أو كيان يواجه التيار الإسلامي السياسي وهكذا. وبالتالي لابد أن نعرف أنه هو كيان يسعى للتنسيق بين الائتلافات القبطية الموجودة بالفعل. يعني هو لا يخلق كيانات ولا يقدم نفسه كبديل عن هذه الكيانات ولا وكيلا عنها ولا موجها لها ولا إنما هو كان استشاري. يعني واضح من الاسم إنه استشاري. الاستشاري معروف أنه غير ملزم. وبالتالي احنا رأينا كمجموعة مؤسسة، ولا كانت مجموعة صغيرة مش كبيرة وليها اهتمامات في العمل العام، ربما اغلبهم اعضاء في احزاب مدنية على رأسها الحزب المصري، وحزب المصريين الأحرار وحزب التجمع وحزب الجبهة الديمقراطية، يعني توليفة، وحزب الوفد، توليفة من الأحزاب المدنية. وهناك من لا يعمل في الإطار الحزبي. يعني حتى الآن بس حضرتك احنا عايزين نقف، معلش قبل ما ندخل للمؤسسين، عايزين نقف عند الاسم. أنا جاي يبدو من اسمه إن هو الناس بتقرأ استشاري. ما هو لأنه أصل لما اتقال إن هو المجلس الاستشاري القبطي، فتخيل البعض أو تخيل الكثيرين إنه هو بيقدم نفسه على إنه هو الذي يتحدث باسم الأقباط، لأنه مجلس. يعني كلمة مجلس دي فخيمة شوية عند الناس، ما هواش تجمع، ما هواش، واحنا ما رضيناش نقول الائتلاف لأن هو مش ائتلاف. هو يتجاوز فكرة الائتلاف، هو يحاول أن يجمع أو ينسق بالضبط. هو يريد أو يسعى أو يأمل في أن ينسق بين الائتلافات المختلفة. ليه بقى؟ لأنه الفكرة الأساسية أن شبابنا وهم العمود الفقري في الائتلافات يتمتع بكثير من النقاء، كثير من الحماس، قليل من الخير. ونحن لا نريد هذا الجيل أن يرث أمراض الجيل السابق بما فيه جنة.
اللي هو فكره العمل الانوي اذا جاز هذا التعبير، العمل الذاتي، وفي بعض الاحيان من الامراض استثمار العمل العام ليكون له مردود مادي على المستوى الشخصي. وخلينا نعترف ان هذه الامراض موجوده بالفعل، وربما واحده من الاسباب الرئيسيه والاساسيه لضعف هذه الكيانات. فاحنا قلنا يعني لا نبدا من حيث ابتدأ الاخرون، ولكن دعونا نبدا من حيث انتهى الاخرون. نحن الان في عصر الكيانات الكبيره. معلش يا استاذ كمان برضه اللي عندنا قلنا برضه انت ما قلتش مسؤوليه. لا بالعكس، يعني ايه استشاري قبطي؟ لا مين غالبا الهيئات الاستشاريه والجهات الاستشاريه لا تنصب من نفسها مستشارين. مين اللي خول له صفه الاستشاريه؟ انا هقول لك من هؤلاء الذين يمثلون مستشاري الكيانات القبطيه؟ ما يصدق في هذا التعبير تحديدا هو الاستشاري بالمعنى المهني يختلف عن المعنى الذي كنا نقصده. بمعنى ايه؟ اولا هو قبطي لانه يعمل في اطار التنسيق بين الكيانات القبطيه الصغيره. استشاري بمعنى تقديم المشوره وليس فرض المشوره. تقديم المشوره بمعنى ايه؟ يعني نحن نقول بخبرتنا، وعشان كده تكمله السطر اللي انا كنت بتكلم فيه ان الشباب يملكون خبره، يملكون حماس، يملكون نقاء، تنقصهم كثير من الخبره. نحن نتصور ان اجيالنا على تفاوت التفاوت العمري تملك هذه الخبره. نحن نريد ان نقول للشباب هذه خبرتنا نطرحها عليكم دون ان تكون ملزمه، دون ان تكون موجهه، دون ان تكون ابويه، انما نطرحها لكم لكي نوفر عليكم مسافه من الزمن استثمروها في العمل. يعني حضراتكم اللي انتوا عايزين تروحوا للكيانات وتقولوا لهم احنا المستشارين بتوعكم ولا هم اللي يقولوا؟ لا احنا طرقنا ابواب، يعني البدايه جت ازاي؟ احنا طرقنا ابواب هذه الائتلافات وقلنا لهم يا جماعه نحن لدينا ما يمكن ان يفيدكم في عملكم دون التدخل لا في توجهاتكم ولا في اختياراتكم ولا في الياتكم ولا في طريقه عملكم، ودون محاسبتكم على ما تصنعون. انتوا ككيان مسؤولين عن اللي بتعملوه، لكن نحن لدينا القدره على توفير الزمن. يعني زي فكره آلة الزمن اللي بتاخد حد من وقت لوقت تاني. مشكلتنا في مصر بشكل عام انه نحن لا نسمع بعضنا البعض. كل واحد يعني قراره من دماغه، وبالتالي بيبتدي بقى يخش في التجربه والخطأ ويعاني، ربما يصل الى الاحباط، وربما يصل الى الذاتيه، وربما يصل الى النجاح. ده حاجات مطروحه، لكن ليه نستنى؟ مين ابرز المؤسسين؟ شوفي، هو المهندس ماهر عزيز، وربما تستغربي ان هذه الاسماء غير مطروحه على الساحه القبطيه، لكن ربما في الساحه العامه تديها اسماعيل. وده الاهميه، لانه مش بقى منطلق قبطي بالمعنى الطائفي، انما هم اشخاص اقباط عندهم هموم مصريه، مشاركين بالفعل في الكيانات الحزبيه المدنيه زي ما انا قلت لك قبل كده. وبالتالي مثلا باشمهندس ماهر عزيز ده وكيل وزاره الكهرباء على المعاش طبعا. المهندس عادل أديب ده من رجال الاعمال الغيورين على الشأن العام ومشارك فاعل في التيار الثالث. في من المعروفين في للاسف الاسماء انا مشكلتي، انا معايا مشكله، بس هي الاسماء دي انا ما شفتهاش، لكن انا حضرت يعني الصدفه قادتني ان انا اكون موجوده في الاجتماعات التمهيديه في اجتماعات تمهيديين للمجلس الاستشاري القبطي، وشفت الشخصيات اللي موجوده اللي هي النشطاء من تقليديين، حقوق انسان وحقوق اطفال، كان منهم المستشار نجيب جبرائيل والاستاذ نبيل عزمي وبعض
بعض يعني الناس اللي هي هي شغاله في المجال. انت في الكلام ده مظبوط، لان انت بتتكلمي عن الاجتماعات التمهيديه كانت تتم بالتوازي، يعني بينما كان هناك اجتماع في هذا المكان كان هناك اجتماع في مكان ثاني، لان في الاجتماعات التمهيديه بنجمع الاراء، واخد بالك؟ لكن ليس هذا هو الكيان، لان الكيان لم يكن قد ولد بعد، انما كان يتم التحضير والبنيه الاساسيه ليه. فما كانش ده اللي انت حضرتيه ما كانش كيان بالمعنى في المطلق. بس حضرتك كان عندك ملاحظات على هذا الكيان في البدايه؟ لا مش على الكيان، على محاولات القفز على الكيان قبل ان يولد. وانا عندي حساسيه من الحته دي. بمعنى ايه؟ بمعنى انه المحترفون، او بمعنى ان المحترفين يجيدون اختطاف الكيانات الوالده، وده امر احنا عانينا منه كتير قبل كده، وعشان كده احنا في البدايات كان لازم يكون في ملاحظات. كان لازم يكون في ملاحظات. حضرتك يعني اللي انا عرفته منك شخصيا ان انت تراجعت عن الحضور، وبعدين فوجئت بيك انك يعني المنسق العام للمؤتمر. لا مش منسق عام، معلش. يعني ده اللي قريناه في الاعلام. لا معلش، المنسق العام، بس انت كنت بتقدم يعني. انت بتاخدي الكلام مني على طول مباشره، فبالتالي ما يقال عني انا اللي اقدر اقول ان ده صح او غلط. ايوه بس حضرتك انا حضرت، حضرتك اللي كنت بتقدم الحضور، وانت اللي بتقدم الناس ان هي تطلع تتكلم يعني. لا ده فقره، لا ده فقره. بصي، لو انت تابعتي الحفل الافتتاحي او التاسيسي، انا خدت اخر فقره. هي كانت فقره الحوار والمناقشه. فقره الحوار والمناقشه تحتاج تنظيم. وانا كنت بدون تنظيم. تنظيم بمعنى ايه؟ يعني ترتيب من يتكلم وفقا للاوراق اللي جايه، ولان ربما انا ليا خبره الى حد كبير في هذا العمل، فهم الناس قالوا انت تتفضل، لكن لا يضفي علي اي صفه يعني خاصه في هذا التشكيل. يقف في اي مرحله الان؟ هو ما زال حتى الان ما زال يعبر مرحله المخاط. يعني بمعنى انه نحن نستمع بعضنا الى بعض، وربما لو قدر بك انك تحضري اجتماعات من هذا النوع هتكتشفي قد ايه فكره الالتقاء صعبه بين الاعضاء وبعضهم، لانه ما زالوا حتى الان لم يتعودوا على العمل الجماعي، وده الاساس اللي احنا كنا من اجله دعينا لمثل هذا المجلس، انه ازاي يخرج بهذه الاختلافات كلها من العمل الفردي الى العمل الجماعي. ده الاساس. ااكد تاني انه هذا المجلس لا يوجه في مواجهه اي تكتلات، سواء على المستوى السياسي او المستوى الديني او المستوى الطائفي او المستوى الثقافي والفكري. هذا المجلس يسعى لان يقدم تجربه جديده تقول ان المصريين قادرين على ان يعملوا عملا جماعيا وينجحوا. كويس؟ الهدف الاساسي ليه من الاول للاخر من الالف الى الياء هو التنسيق بين هذه الجهود. ده الهدف الوحيد، يعني يمكن ده كان السؤال التالي اللي هي اهداف او وظائف المجلس الاستشاري، هو ده الهدف الوحيد؟ هو ده الهدف الوحيد. ربما ينبع منه محاولة إيجاد رؤية قريبة إلى التوحد بين هذه الائتلافات وبعضها في الشأن العام، بمعنى إنه ما يبقاش في صراع داخل الائتلافات المسيحية القبطية يؤدي إلى التفكيك ولا يؤدي إلى التجميع. اثنين، إنه نحن نؤمن تماما أن الأقباط يملكون منظومة من القيم، ربما بحكم الموروث الثقافي القبطي، ربما بحكم الموروث الديني، ربما بحكم وجودهم كأقلية عددية، ربما لأن لهم مشاكل لأنهم أقباط، ودي حاجة لازم نعترف بيها، لأن أحيانا نتعرض لحجب حقوق على الأقباط لكونهم أقباط. هذا الأمر كل الكلام ده كله مع بعضه أنتج توليفة من منظومة من القيم أنا أتصور لو تم تفعيلها ستكون لصالح الوطن. بمعنى أرجع فيه شوية من غير استطراد لما قبل 52 حين كانت مصر
تعيش مرحله خلينا نسميها شبه ليبراليه، لانها لم تكن ليبراليه بالمعنى الكامل، لكن كانت تجربه شبه ليبراليه. في هذه المرحله كانت سمات الاقباط ظاهره، السمات الاجتماعيه. المجتمع كان يثق فيهم، المجتمع كان يوكل اليهم اعمال مهمه، المجتمع والدوله ايضا. لما نقول الدوله نرجع تاني للاحقاب المختلفه، سواء كان الحكم الايوبي، الحكم العثماني، الحكم المملوكي، كل هذه الاحقاب كان الاقباط قريبين من صاحب القرار بسبب تمتعهم بهذه المنظومه من القيم. انا شايف ان مجلس الشارع كنت ممكن يقدم للشارع المصري النموذج القبطي القديم، يستدعيه من ذاكره الماضي لا هو لا يقدم النموذج القبطي، لكن هو يقدم منظومه القيم القبطيه، وهي منظومه لم تمت. يعني خدي بالك هذا الدور تقوم بيه الكنيسه. لا بصي، انت بتتكلمي في مجال معين. هو ايه المجال ده؟ الكنيسه في مجال العمل. يعني حضرتك لا انا ما تقوليش اللي انا اقصده، انا اللي اقول لك انا بسالك حضرتك تقصد مجال العمل. لا استني برضه، مش هقول لك الاجابه اللي هي نعم او لا، لكن هقول لك لان اصل الامر يعني حساس جدا ويحتاج الى توصيف. نحن عانينا بقدر كبير منذ ان صدر قرار تاميم الشارع السياسي مع ثوره جورج. صدر قرار بتاميم الشارع السياسي، وتولت الدوله مهمه الاب. اصبحت النزل السائده في مصر منذ عبد الناصر ووصولا الى مبارك وربما حتى الان الى النسق الابوي بشكل او باخر. وبالتالي في هذا النسق الابوي وجدت الكنيسه لها مكانا في الشان العام، اللي هي اللي صدرت النسق الابوي، اللي هي ده جزء من تكوينها. اضافه الى ان الدوله دفعت الاقباط للخروج من المشهد السياسي. كان في هذا الوقت ولاسباب دراميه وتاريخيه كانت ابواب الكنيسه مفتوحه لتستقبل الاقباط لحمايه الهويه نفسها. وارتاح كل الاطراف، الدوله ارتاحت من ميزان الاقباط، الكنيسه انبسطت بالدور اللي يخليها في دائره الضوء. الاقباط لقوا حمايه بشكل او باخر داخل اسوار الكنيسه وتحت سقف الكنيسه حتى جاءت 25 يناير. فبدات هناك ارهاصات او ربما بوادر لان يتغير هذا المشهد. لا اريد ان استدعي الكنيسه مره اخرى لتقدم الاقباط للمجتمع، والا كاني اكرس الدور السياسي للكنيسه. لكن انا اريد ان الاقباط بذواتهم باشخاصهم بشبابهم هم اللي يقولوا للمجتمع ان احنا عندنا منظومه قيم تستطيع ان تفيد المجتمع. هذه المنظومه لم تمت، ربما توارت، ربما تحت ضغوط معينه اختفت، ربما لان الكنيسه اثرت في منظومتها التعليميه ومنظومتها الرعائيه تراجعت هذه المنظومه من القيم. اذا كان في دور للكنيسه يبقى مع اولادها داخل اسوارها. بس اللي ده كله مش هو اللي حضرتك قلت لما سالتك عن الاهداف. لا حضرتك لا معلش افهم عشان لا انا لو رجعت بصي احنا بنسجل ماشي، بس انا هقول لك اهو رجع الشريط. قلت لي انا قلت ايه؟ ان الهدف الاساسي هو التنسيق. في ربما انا كاتبه ده وراه، ربما يولد منه اهداف اخرى منها ايجاد توحيد يوجد عدم الصراع. اللي هو وانت ماشيه في السكه بتحقق الهدف الكبير، بتحقق اهداف مرحليه. ايه الهدف المرحلي؟ هل هذا هو دور مجلس انا بس ده دور من ادوار مجلس الشارع. دور بمعنى ايه؟ عندما اجلس مع هؤلاء الشباب انا بحسهم على ان يقدموا ما لديهم لمجتمعهم المصري. طب هيقدموا ايه؟ ايه اللي بيميز هذه التجمعات؟ اي شباب، انت بتتحدث في النهايه عن اختلافات كيانات انت بتتعامل مع رؤوسها، لان انا شايفه الورقه الاساسيه ان كل مؤسسه هتضم 2 منها، يعني المجلس بيضم 2 من كل مؤسسه، 2 من كل منظمه. انت بتتعامل مع رؤوس هذه الكيانات. ما عملتش كده والا تبقى تجميع على شكل حشد. احنا مش بنعمل حشد، لكن انا بقول لك ايه بقى؟ يعني هو مجلس في النهايه مجلس، يعني مجموعه من الاعضاء مش حشد زي ما حضرتك بتقول. فازاي هيقدم هو لتقديم المشوره وليس للانتاج؟ لو صبر الانسان على المقتول ما كانش اتقتل. الفكره ايه؟ الفكره انا لما بتكلم مع رؤساء او مسؤولي، يعني مش عاوز اقول رؤساء دي لانها كلمه فخيمه، هي مسؤولي هذه الائتلافات، وعاوز اقول له يا جماعه احنا عاوزين نقدم كل اللي لدينا للبلد اللي احنا بنحبها.
وعاوزين نقول لخارج المنظومه المسيحيه انت تملك عنا اخبار مرسله، وربما المقصود انها توسع الفجوه بيني وبينك. لو قربت مني هتكتشف ان انا ممكن اضيف معاك حاجه للبلد. ويقرب منك ازاي اذا كنت انت عامله مجلس استشاري قبطي؟ لماذا لم يضم المجلس كيانات طبيعيه عاديه في العمل العام؟ هو ده، كنت اشكرك على السؤال ده لانه ده اللي بيوضح ليه. لاني انا النهارده انا هدفي ان هذه الكيانات اللي تملك طاقه وتملك منظومه قيم تتوحد فكريا او الى حد ما في الشأن العام، ثم تتقدم للمجتمع بما لديها من قيم. عندما تتقدم للمجتمع بما لديها من قيم هتزيل الفجوه اللي موجوده بين المسيحيين وغير المسيحيين. انا لا اريد ان اكون وصيا عليهم ولا استطيع ان اجمع الكيانات غير المسيحيه. ليه؟ لان انا منطلق من ارضيه قبطيه واريد ان افعل ما املك من منظومه قيم. هذه المنظومه اذا نجحت في تفعيلها مع شبابي واقول له اتفضل انتخابت في المجتمع واقدمها ليه، ابقى انا نجحت في اصل خلينا ننزل بسقف التطلعات عشان ننجح. لكن انا لما اقول النهارده انا هجمع كل الكيانات الشبابيه هفشل فشل ذريع. انا ما قلتش هجمع كل الكيانات الشبابيه، انا بسال ليه المجلس لم يضم بعض الكيانات اللي بتدعم هذه القيم وتدعم خروج الاطباء من الشرع. بصي لو قريتي البيان التاسيسي يبقى كنتش هتسالي السؤال ده ليه؟ لانه اولا حطينا عنوان رئيسي هو مشاركه لا مصادمه. بس لا معلش المتلقي ما قراهوش. مشاركه لا مصادمه. اثنين، فتح قنوات حوار مع كافه الاطياف السياسيه في الشارع المصري. من خلال ايه؟ افتح معاه اقول له يا تعالى اتكلم معايا وخلاص، ولا اقول له لا ده انا عندي مجموعه من الكيانات اللي عندها حاجه تقدمها للبلد وتشترك معاك باعتبارك انت مكون رئيسي وهم ايضا مكون رئيسي. تعالوا نجرب نسمع بعض. كيف يسمعوننا ونحن نتكلم لغات مختلفه. يعني انت لو شفت الشباب الائتلافات دلوقتي في مرحله من المراحل كان العداوه اللي بينهم وبين بعضهم تكاد تكون اكثر من العداوه الطائفيه والدينيه. ليه؟ حضرتك عايز تجمعهم في الكيان ده عشان يتكلموا لغه واحده توصل للاخرين. نتكلم داخليا الاول بيننا وبين بعضنا لغه واحده. هذه اللغه عندما نتكلم بها مع يقدر المجلس يخاطب الناس. بالضبط. بس حضرتك برضو نرجع للكلام اللي حضرتك قلته قبل كده ان دي مش وظيفه المجلس ان انتوا تبقوا لا عصية ولا تتحدثوا باسم حد. محاوله. بصي كل اللي بنعمله ده يعني مش وسيله الربط بين المجتمع القبطي والمجتمع المصري. لا مش هو مجلس استشاري. يعني احسن يكون حضرتك بتحمله فوق ما يحتاج. لا انا بص انا لم يرد في ذهني على الاطلاق ان اكون بهذا. انما برضه هرجع لك تاني. الاساس ان ازاي اخلي الائتلافات المختلفه المتعدده اللغات والمتصارعه ربما في بعض الاوقات الى انها تحدث حاله من حالات المصالحه. كيف نتصالح مع الاخر ونحن غير متصالحون؟ يعني حضرتك تقصد ان المجلس عايز يصالح اللقطات مع بعض؟ لا مش لقطات. مش لقطات عشان برضه انا حساس مع التعميم. نحن نريد ان الائتلافات التي مش كل الائتلافات على فكره. الائتلافات التي ارتضت ان تكون اعضاء في هذا المجلس هي اللي بنخاطبها. يعني هو اولا انا قلت له انا عندي هو يضم كام ائتلاف لغايه حاليا حوالي 35. كويس؟ ربما يزيدون فيما بعد ربما ينقصون. يعني ربما بعض الائتلافات ما يتحققش ادماجها. بس اللي انا عارفاه ان جوه المجلس في ائتلافات اصلا هي بره مكونه من 4 أو 5 من النشطاء. فليكن انا يعني كل 4 5 يتفقوا وعاملين طالعين اسم ده جزء يعني ده بصي دي برضه لفتت نظرنا. وعشان كده احنا لا مكان في العمل العام الان سواء على مستوى البلد او على مستوى العالم مكان للكيانات الصغيره. مفيش مكان. الكيانات التي تتكون بالغيره من كيانات اخرى او بشكل عاطفي. يعني انت عارفه دايما الحاله العاطفيه معرضه لانها تعلو وتهبط. ايوه. فانا هنا مش عاوز دي. انا عاوز فكره ايه؟ ان يا جماعه يا اولادنا يا شبابنا يا اللي محتاجين
الى ان يكون صوتكم مسموع. اولا ازاي نتكلم كلنا لغه واحده؟ او بلاش لغه واحده، خليها لغه متقاربه. ازاي نقبل بعضنا؟ اذا كان البيت من جوه مش قابل بعضه، اخرج للعالم واقول له قبلني؟ ازاي؟ يعني ايه المنطق اللي بيقول كده؟ وهتبقى فشل. لكن خلونا نقول تعالوا نجرب مره ان نعمل عملا جماعيا. لماذا ننجح كافراد كمصريين حتى بلاش افراد؟ احنا بننجح كافراد. يعني هديك نموذج في شغلي. التاجر يبقى اسمه مسمى عن اخر الدنيا ويموت. ولاده شغالين معاه. بعد سنه من وفاته في غالب الاحوال بيتحول هذا التاجر الى كيانات صغيره، كل ولد من الاولاد خد جزء وعمل بيه الشغل لوحده. رغم ان هم لو كانوا بيجمعوا العمل الجماعي. لان يعني مصر كلها ثقافه العمل الجماعي مش موجوده غير عند شباب الارض. كويس. هم دول عشان كده احنا عاوزين، وانا عارف ان هذا العمل ما هوش يعني مفروش ارض مفروشه بالورد. انا عارف ان هذا العمل هيحارب محاربه غير عاديه وبالتهمات ربما لا تكون فيه. لكن زي ايه يعني متوقع؟ زي اللي انت بتقوليه، نفس الكلام اللي انت بتقوليه ده جزء من الاتهامات اللي هي فكره ايه؟ انتم بتوجهوا الاخبار عشان يبقوا كتله ضد ناس ثانيه. لا انا ما قلتش كده. لا معلش من ضمن الشيء انا مش بتكلم. يعني وبعدين نقل الكفر ليس بكافر. انت عملك انك تقولي ان الناس بتتكلم في كذا. يعني الناس من ضمن الحاجات اللي بتقولها دلوقتي برضه ملاحظات، التمويل منين؟ هيبقى منين تمويل؟ السؤال ما هي المصروفات؟ فنسأل عن التمويل. كويس؟ اولا نحن لن نعقد مؤتمرات تحتاج الى تمويل. يعني مش هنصرف ومش هنحتاج نجيب. بالضبط. يعني انت كل اللي شايفاه ان اجتماعنا بيبقى فيه مكتب او قاعه تبع حد من المجموعه. واخد بالك؟ وهو مش هيأجرها ومش هيصرف، يعني هو بيصرف على ضيوفه زي ما بيصرف على اللي بيجوا له. فالعمليه ايه؟ ودي تجربه احنا خدناها قبل كده في التيار العلماني على فكره. كل الضجيج اللي عمله التيار العلماني وفي الشارع القبطي تحديدا لم يكن ممولا لانه ما كانش عنده مصاريف. ده ينقلنا لسؤال تاني. ولو ان برضه قبل ما ننتقل لسؤال تاني، حضرتك بتقول ان احنا كل اجتماعاتنا هتبقى ضيقه، الاجتماعات الضيقه اللي هي بين 10 و15 فرد لما تكبر شويه تبقى 50 فرد، هم دول ال 50 وال100 اللي هينقلوا النموذج القبطي للشارع. انا مش بحاول انا بحاول انقل لك كويس لان يبدو هم دول اللي ممكن ينقلوا النموذج اللي حضرتك عمال بتقول نقدم نموذج للمجتمع ونتفاوض باسمهم. نحن نعمل وفق نظريه الهرم. بمعنى ايه؟ رئيس الجمهوريه ما بينزلش يحل مشاكل المصنع. انما في دوائر تحت رئيس الجمهوريه، هذه الدوائر بتتسع وربما الدائره الاخيره ما تعرفش الدائره نمره 3. بمعنى ايه؟ عمل بشكل عنقودي. لا مش عنقودي انما بشكل هرمي، لان عنقودي ده دخلنا في الخلايا السريه. لا معلش، ما انا برضه حريص على التوصيف لان الكلمه بتفرق. بص، انا دلوقتي مجموعه من اصحاب الخبره تجتمع مع قيادات الائتلافات تنقل لها تصوراتها وخبراتها لتاخذ او لا تاخذ بها. هذه المجموعه اللي رؤساء الائتلافات تنقل هذه الفكره والخبره الى ائتلاف في كيان قائم اللي هو محتاج تمويل ولا بتاع. لا اللي هم بقى في مبنيه ما في منهم ممول. لا هم بقى هم مع نفسهم انتوا غير مسؤولين عنه. انا لا احكم لا لي ولا عليه ولا مسؤول عنه. بالظبط. انما انا بنقل فكره مجرده. انا شايف ان المجتمع ملتهب، المجتمع عنده حساسيه في التعامل مع الاباط، فبنقل هذه الفكره للكيان اللي قدامي، هو ياخذ بها او لا ياخذ. انا اتابعه بقى واقول طب انت حضرتك معترض ليه؟ الكيان بتاعك معترض ليه؟ معترض لكذا ولكذا ولكذا. يا اما نوضح الفكره يا اما نعدلها. في النهايه لو هذا الامر، وده مش هيحصل النهارده ويتنفذ بكره، لكن ده على المدى الطويل هيخلق حاله ثقافيه. لانه بصي، انا عندي مبدا مؤمن بيه تماما ومقتنع بيه، ان الارهاب يبدا فكره والاصلاح يبدا فكره والتوحد الوطني يبدا فكره. ويمكن فكره اللغه الواحده اللي انا قبل كده قلت لك عليها قبل دقايق كنت مع الاولاد الشباب اللي بره
اللي هم بعض المكبرين من خلال ائتلافاتهم للمجلس. لا 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 تتصوري قدر عدم استيعاب فكره الوصول الى لغه موحده. طبعا دي انا متاكد منها تماما، لان ما تم غرسه عبر اجيال لمده 60 سنه لا يمكن ان نقترعه في ايام. وده جهد لو مجرد هذا الهدف، وهو هدف فرعي مش هدف رئيسي، يعني هدف يولى من الهدف الرئيسي. مجرد هذا الهدف اذا نجحنا فيه يبقى حققنا حاجه. على الاقل بسلمنا الاجيال اللي جايه كيف يمكن ان نرتقي بالحوار من التشرذم الى محاوله ايجاد لغه مشتركه. خلينا ابين ان حضرتك قبل كام جمله الاخرانيين دول حضرتك كنت بتتكلم على فكره التيار العلماني لما نشأت كانت برضو يمكن نشأت بناس قليلين ولكن لاقت صدى في الشارع القبطي. صدى سلبي على فكره، ابتدى بصدى سلبي مش صدى ايجابي، لان احنا اتهمنا بكل الاتهامات الممكنه وغير الممكنه. لا بس انا عايزه اقول لحضرتك ان الان بعض من الناس اللي في الشارع القبطي نعم برضه بدل لحضرتك ان هو بيقولوا ان الاستاذ كمال زاخر يعني احنا مش عارفه يعني عايزه اقول الاستاذ كمال زاخر ما كناش منتظرين منه ان هو يشارك في هذا الكيان، وان هو اكبر من هذا الكيان وسوف يقذف بتاريخه الى الهاويه. يعني هذا الكيان مصيره الهاويه ومن اكبر الكيان ده مش المفروض كان يشارك فيه، ولكن لانه لقى الشعبويه بتاعت التيار العلماني راحت للخفوت، فبدأ ينقل مكانه او مكانته او وجوده لهذا الكيان، على اعتبار ان التيار العلماني بدأ في الخفوت دلوقتي في الشارع، فعايز يلقى له مكان. كويس. بس هبدأ من حيث انتهى كلامك. لم يكن يوما التيار العلماني يبحث عن شعبويه. لا احنا ما فيش اتهام للتيار العلماني. استنيني انا بركب الاجابه 1 2 3. لم يكن التيار العلماني يسعى للشعبويه، بل دفع من 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 سمعته، ودفع من قبول المجتمع القبطي ليه كتير قوي. وخلينا استعير تعبير ورد في العهد القديم عندما يصاب الانسان بالبرص، وهو احد الامراض المذكوره في العهد القديم التي تمنع الجماعه من ان تتصل به. فكان يلزم انه عندما يمشي في الشارع يقول ابرص ابرص حتى لا يعدي الاخرين بالنجاسه حسب مفهوم العهد القديم. نحن عملنا بهذه المعامله في اي شعبويه كنا نسعى اليها، دي نمره واحد، وبالتالي هي لم تنخفض لانها لم تكن موجوده. نحن لم نسعى اصلا للشعبويه، نحن كيان بحثي وما زلنا حتى الان نقوم بهذا الدور. يعني عندما ماذا قدمنا؟ انا مش هكلمك عن اللي قدمناه، لكن نحن الان في هذه اللحظه مثلا قدمنا دراسات مستفيضه وبحثيه وموثقه في قضيه اختيار البابا التي تشغل الشارع القبطي. هو احنا متابعين الكلام ده وعايزين شغل وبالتالي التيار العلماني لم ينخفض ولم يزيد، لانه تيار بحثي بالاساس وليس تيارا للاشتباك مع الفضاء السياسي او الكذا، وبالتالي لم انتقل من كذا الى كذا. انما زي ما قلت لك ربما الذين يعني جزء من اساس المشكله هو عدم معرفه ماهيه المجلس، وده طبعا شيء طبيعي لان المجلس ما زال في طور التكوين، ما زال في طور الولاده. سموه البعض انه تيار في مواجهه الاخوان، هذا خطا. سموه البعض انه تجميع الكيانات القبطيه لتشكيل شكل طائفي في التصدي للشأن العام، هذا غير صحيح. وكان على كل من يقولون بهذا ان يقرأوا البيان التأسيسي للمجلس. وانا هديك صوره من البيان التأسيسي، حضرتك تقريه براحتك وتنتقديه براحتك، مفيش مشكله، لانه النقد هو اساس البنيان او تصحيح البناء، فلا يخرج البناء معوجا ينهار في النهايه. الامر الثاني انه اي ضير من تجميع الكيانات الصغيره لتصطف معا او لتبحث معا عن طريقه لتتواصل فيها مع المجتمع. اسمح لي اجاوبك على سؤالك بسؤالي. نعم. لان هناك اتهام ان اصطفاف الكيانات الصغيره في كيان قبطي كبير هو
بيكرس للعزل ويكرس للطائفيه ويكرس للتقسيم ويمهد الارض للتقسيم. واكبر دليل على كلامي عصمت زقلمه واحد اقباط المهجر عقد امس مؤتمر قال فيه ان احنا هنرسي الدوله القبطيه، وبكره الصبح نازل الخريطه اللي بنقسم فيها الاماكن والدوله القبطيه ووسط التقسيم اللي بعتها لهم عصمت زقلمه، ده هيتنشر بكره في اليوم السابع. في حاجه ثانيه، ديمس روس نائب وزير الخارجيه الامريكي قال ان هناك نشوء لكيانات، الكلام ده برضه من يومين، قال هناك نشوء لكيانات قبطيه تمهد الارض للتقسيم في مصر، التقسيم الطائفي. وكان يقصد المجلس الاستشاري. عصمت زقلمه قال ان الدوله القبطيه التي نرسيها يساندنا فيها وناس في مصر وهم المجلس الاستشاري القبطي، ده قالها رسمي. فالحاجات دي كل بقى اللي عنده حاجه هيلزقها في المجلس الاستشاري القبطي، يعني ممكن جدا حضرتك ما يكونش ليه تواصل معاه او المجلس ما يكونش ليه تواصل رسمي معاه، لكن كل هيحب يعمل حاجه هيلاقي كيان هو بيتجمع في الاخبار، هيعمل التواصل، هيوصمه، هيبقى فيه اولا في مساله الوصم، ثانيا في تكريس للعزل، ثالثا بقى الحاجه اللي بتتقال اللي برضه بقى بينتهي لك ان بعض الداعمين لفكره وجود ائتلافات قبطيه او وجود قوه قبطيه لكن ما تبقاش جوه ائتلاف، قوه قبطيه خارج ائتلاف، بيقولوا ان وجود كيان كالمجلس الاستشاري القبطي يجمع الائتلافات من السهل ان يضرب هذا الاصطفاف بسيف واحد في العصر. سليم. ده لو كان شوف خليتني انا اقسم الاجابه الى ردا على عصمت زقلمه وبعدين ردا على اولا عصمت زقلمه هذا الانسان اتمنى له الشفاء بدايه، هو والاستاذ مدير الصادق مع اللي هم اللي ورا هذا الكيان. وانا بعت لهم اكثر من رساله عبر الفيسبوك لانهم ما يعرفش يتواصلوا معايا، ولا اسعى لهذا التواصل لانه انا يعني كفانا تعامل مع العقلاء نكفيهم وبعدين ننتظر الى من يريدون علاجا. ده واحد. نمره اثنين، انه نحن خدنا قرار منذ اللحظه الاولى التي فكرنا فيها في هذا الكيان او هذا التجمع الشفافيه والمصارحه لحظه بلحظه. وبالتالي نحن نوالي اصدار الوثائق والبيانات التي تبين عمل هذا المجلس. الامر الثاني، نحن لم نجمع الكيانات القبطيه، نحن ننسق بين الكيانات ولكن لا ندمج الكيانات. يعني مش النهارده كيان يدافع مثلا عن المشاكل الجنائيه في المشهد القبطي زي دهشور، زي شباب مسبيرو، زي كذا، مش هنقول له لو سمحت اندمج مع من يبحث في اختطاف القاصرات واسلمه القاصرات. مش هنقول له روح دافع عن مشكله بناء الكنائس او توظيف الاقباط او كذا. كل كيان له استقلاليته، نحن ننسق فقط، وبالتالي لن يضار اي كيان بانهيار كيان اخر او بقوه كيان اخر. يعني فكره ان احنا نجمعهم فيضربوا مع بعض دي فكره يعني صعبه انها يعني تكون على ارض الواقع. ده كلام الناس، بس النقطه بتاعت التكريس للتقسيم والعزل دي اللي تهم المشاهد. كيف يمكن ان نتكلم عن عزل ونحن في اول بند في بنود البيان التاسيسي قلنا فتح قنوات حوار مع كل الكيانات السياسيه والاجتماعيه والفكريه في المشهد المصري بغض النظر عن الدين او التوجه او الطائفه او كذا. هذا الكلام على الورق. لا عندما ننزل الى ارض الواقع. لا بصي اصل الكلام ده مش احنا بنصدره، انما نحن نمارسه. والدليل على كده انا واحد من ضمن الناس، واحد من المؤسسين، ولست المؤسس على اطلاقا، انا واحد من المؤسسين ومع ذلك. وبس في حاجه بمناسبه المؤسسين عايزين ندي حق لاصحابه، ان هذا الكيان انبثق عن افكار ائتلاف اقباط مصر. لا للاسف ده مش صحيح. هذا الكلام تم البحث فيه. الافكار الكبيره والافكار التجميعيه تراود ربما في نفس اللحظه او في لحظات متقاربه كثير من الكيانات. يعني انا نفسي يبقى عندنا كيان واحد. حضرتك بتبقى في وقت من الاوقات نفسك تشوفي الناس اللي بتشتغل بالتوازي او بالتكامل معاكي. فكون انه
هذه الفكره ولدت عند شخص او كيان او ائتلاف لا يعني هذا بالضروره انه لم تولد في نفس التوقيت عند كيان اخر. لا يا استاذ كمال، لا يا استاذ كمال معلش، الكلام ده مش صحيح. انا كنت حاضره الجلسه اللي صوتوا فيها على تسميه هذا الكيان بالمجلس الاستشاري القدسي. طب خدي بالك معلش انا هرد عليك. هذه الجلسه لم تكن هي الجلسه الاولى. عندما تصلين للاستفتاء او التصويت على مسمى، معنى هذا انه كانت هناك خطوات سابقه. وتستفتي بين مين ومين؟ يعني انت تستفتي عن مين اللي كان حاضر عشان تستفتيه. لم يكن ائتلاف الأقباط مصر او كذا. لكن ائتلاف أقباط مصر هو اللي كان الممثلين بتوعي. لا انا الناس مشاركين فيه. مشاركين لكن كان موجود في نفس التوقيت وفي نفس الجلسه كيانات اخرى. كان موجود كيانات اخرى. الكيانات اللي كانت جوه الائتلاف، ما هو كان لا مش في نفس الائتلاف. في ناس يعني الطاهر العلماني كان ممثل، كان جبهه المصريين مش عارف اسمها جبهه المصريين المليون كانت موجوده، كانت جبهات كثيره موجوده. لكن كون ان المكان الذي استضاف هؤلاء هو المكان بتاع ائتلاف أقباط مصر، تشكر طبعا على الاستضافه، لكن مجرد الاستضافه لا يعطيه الاسبقيه ولا يبخس حقه. خدي بالك، اصل احنا هنا مش في حاله مين الاول ومين الاخر، يعني هذه كمان اللغه نحن نقاومها حتى نصل الى يعني ائتلاف أقباط مصر الان هو ممثل ومؤلف في ضمن المؤسسين. طبعا موجود، ده رئيس الائتلاف موجود برضه. اللي هو مين؟ اللي هو نبيل عزمي. نبيل عزمي هو رئيس وغير كده والاجتماعات اللي قبل كده كان فيها يوسف موجود. وبالتالي فكره لانه هنا اختطاف المجلس الى ائتلاف من الائتلافات يضع اول مسمار في نعش المجلس ويقاوم فكرته. يعني فليكن سين من الناس هو الذي دعا، لكنه بعدما دعا الى هذا الائتلاف ما هو لازم يكون في حد دعا. يعني هي الفكره راودت كثير من الائتلافات. في ائتلاف ترجم الفكره لدعوه، لكن عندما ترجم الفكره الى دعوه لم يكن يقصد ان يولد هذا الائتلاف من بالظبط كده. يعني هو الداعي، ائتلاف أقباط مصر الداعي، احد الداعين، هو احد الداعين والذين اطلقوا الدعوه. وبالتالي وده ميزه المجلس، انه الان زاد الداعون في الكيان. بمعنى ايه؟ يعني ربما يجي ائتلاف صغير، شاب صغير لديه افكار ناضجه ولديه افكار ثائره، يكون اكثر فاعليه من ائتلاف قديم. وعشان كده احنا عاوزين نؤكد ايضا في ربما في اطار العمل، في اليات العمل، التواصل الجيلي. يعني نحن لسنا اوصياء، انا بتكلم على جيلي. نحن لسنا ولا ندعي مثلا ان خبراتنا تستدعي انهم يسمعونا. بالعكس، نحن زي ما قال الله يرحمه رئيس السادات في المفاوضات بين مصر واسرائيل، عندما لم تكن مفاوضات مباشره كانت امريكا تدخل في كطرف وسيط، فقال هو بالتعبير الفلاحي الانجليزي الجميل، قالوا لنا ان امريكا هتقوم بدور كاتاليست، وقالها كده انجليزي ظريف يعني. فسالت قلت ايه كاتاليست؟ قال هو الماده التي تساعد على التفاعل ولا تدخل في التفاعل. كويس، لكن جميل. انا عجبني التعبير بمعنى ايه؟ ان ربما يكون جيلنا هو يساعد على التفاعل ولا يدخل فيه، بمعنى انه يحفز، يترك الارض للشباب ان هم وده لازم نعترف، والا وده جميل، والا سنموت بمعنى ايه؟ بمعنى ان هتجيلنا السكته، سكته مش قلبيه، انما هتيجي السكته السياسيه للاقباط، انها ينقطع التواصل بين الاجيال. بس كمان الاقباط في سكته سياسيه من 40 سنه بفعل فنحن نعيد مره اخرى الحياه في غرفه الانعاش، نعيد مره اخرى الحياه والنظام يعيد انتاج نفسه على ايدي الاخوان. فليكن لكن المقاومه وجدت لتصحح. المقاومه وجدت لتصحح. هل الاخوان المسيحيين شاركوا في هذا الكلام؟ لا. ربما كان اعتراضنا ربما لاول مره على ان يكون هذا الكلام موجود. ليه؟ لان ولادته اصلا في ظننا هي ولادة عنصريه، اللي هو الاخوان المسيحيين. انتوا اعترضتوا على وجوده؟ هو حاولوا؟ في حد قال نيجي، حتى كان في حد عنده اكتر من صفه يعني؟ لا، اكتر من صفه. يعني هو منضم، هو مثلا مؤسس لكيان حقوقي ومركز، هو هاني عياء، لا بدي اسماء، هو اكتر من واحد اصلا. ثم
طلب الانضمام فطلبنا اليه ان ينضم بصفه اخرى، لا ينضم بصفه الاخوان المسيحيين، لان احنا ضد فكره ان يكون كيان سياسي على اساس ديني. ونحن لسنا كيانا سياسيا بالمناسبه، عشان برضه ناكد هذه الفكره. كل هو كيان تنسيقي بين ائتلافات مسيحيه. ايوه، كيان تنسيقي دي وظيفته. انا بتكلم عن وصفه، في حاجه اسمها سياسي، اجتماعي، اقتصادي، كيان لسه. بص، ربما يكون حقوقي، اجتماعي، ثقافي فقط، بعيدا عن السياسه. بعيدا عن السياسه. يعني كان في من ضمن المناقشات محاوله لجر المجلس بالاعتراض على ما تم الاعلان عنه بالامس عن تشكيل المجلس الرئاسي، سمير مرقص ورفيق حبيب. كان الرد حاسما. بس مش ده اللي مكتوب. لا، انا بقول لك على اللي حصل، انا مش دعوه بالمكتوب. انا لا اتابع انا ما عنديش قدره على متابعه كل الجرايد، لكن انا بكلمك على اللي حصل على ارض الواقع دلوقتي. فكان الرد حاسما: نحن ليس من سلطتنا توجيه رئيس الجمهوريه او الاعتراض عليه او حتى تأييده او مخاطبته، لكن هي الفكره ايه بقى؟ وقلنا كده ان من يريد ان يعترض او يوافق او يدعم او يشجب او كذا هذا التصرف عليه باختيار آلية سياسية حزبية. هو ده بقى اللي احنا عاوزينه. لكن نحن لسنا نضخ هؤلاء الشباب اللي انت بتتكلم عن النموذج القبطي، ان يجب ضخهم في كيانات حزبيه سياسيه تجمع بين شقي البلد. انت سالتيني على الاهداف، ما سالتنيش عن الاليات. لو سالتيني على الاليات هقول لك من ضمن الاليات عقد الدورات، ودي كتبناها عشان كده مهم انك تاخدي صوره من البيان التاسيسي. كان من ضمن الحاجات المكتوبه في الاليات اللي هو تحت من البيان معاكي، كان مكتوب التعاون مع الجامعات المصريه والمراكز الاعلاميه الكبرى في مصر التي تملك مراكز دراسات سياسيه واستراتيجيه، زي كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، زي كليه الاعلام، زي مؤسسه الاهرام، زي مؤسسه دي ملكه مش كل الناس تقدر. لا مش فرضيه. احنا بنقول يا جماعه ان في وسط الائتلاف، في وسط المجلس التاسيسي، من ضمن الياته في العمل ان ترك الابواب في هذه المؤسسات لعقد دورات تصنيفيه للشباب. طيب، بمناسبه حضرتك اللي برضه الكلام اللي بتقوله من شويه على سمير مرقص ورفيق حبيب، رأي حضرتك الشخصي في اختيار سمير مرقص؟ مش هتكلم عن رفيق حبيب. لا انا هكلمك على الاثنين. اصل رفيق حبيب معروف. لا استنيني. اولا المبدا الاساسي ان رئيس الدوله، وبما انه يمثل تيارا سياسيا، من حقه انه يختار مساعدين. دي قاعده لابد ان احنا نقر بها. اختلفنا اتفقنا، ده ليس لنا فيها ناقه ولا جمل. ليه؟ لسبب رئيسي ما هوش طوباوي، يعني انه عندما اعترض على سين او صاد من الناس، سواء كانوا من السلفيين او من الاخباط او من الوفد او من اي حد، واتصور جدلا يعني انه رئيس الجمهوريه قبل توجيهي واعتراضي وقال لي: طب انت عاوز مين؟ اقول له: انا عاوز صدقني فلان وفلان وفلان وفلان. وانا اقول لك ايه يعني؟ مثلا يعني انا مش بتكلم عن شخصي، مش بتكلم عن، لكن انا بقول لك الصوره التصوريه كده. والراجل ايه؟ قال لي: طب خلاص بكره هينزل تعديل قبول هذه الاسماء ويشيل الاسماء اللي انت معترض عليها. ثم فشل الرئيس في تحقيق ما وعد به او ما تصوره انه علاج. اول رد هيجي من الرئيس: والله انا كنت مختار مجموعه تساعدني، كانت متوافقه معايا وكانت فاهمه توجهي وكانت مؤمنه باللي بطرحه، والناس اعترضت فانا جبت اللي اعترض عليهم الناس. ومين اللي سبب في الفشل؟ الناس اللي انا قلت له عليهم. يبقى انا اللي شلت الشيء. عشان كده بقول لك انه ليس من حق اي تيار سياسي ان يلزم، لا يرشح من يكون يرشح، لكن ان يلزم رئيس الجمهوريه باختيار مساعدين. كويس؟ نيجي بقى للنقطه الثانيه. اولا سمير مرقص اختبر من الجانب الحكومي مش من الجانب السياسي، اختبر في وضعه كنائب محافظ القاهره في المنطقه الشماليه وكذا. قبل بلاء حسنا لم يبلي نحن نجيد التعتيم، نحن لا نعرف. اختاروا
انت كان ممكن تسالي السؤال ده لو كان اختيار سمير مرقص نائب، لانه التغيرات تغيرات جذريه في التشكيل. كان الوعد بنائب ثم اصبح مساعد، لان النائب له صلاحيات ومساعد بلا. لا مش بس كده، النائب موقع سياسي، أيوة. المساعد موقع وظيفي، وبالتالي لا استطيع هنا ان انا ايه الفايده ان انا اقول لك ان انا موافق او مش موافق على فلان، سواء حتى رفيق حبيب. ليه؟ لانه هنا خرج من اطار الدور السياسي الى الدور الوظيفي. دي حاجه، الحاجه الثانيه انه نزل درجه ثانيه عن المساعد المختبر فيه مستشار، يعني يجيب حينما يسال وليس له مكتب حتى في رئاسه الجمهوريه. ده رفيق حبيب. فبالتالي يعني هو نوع من انواع المكافاه لشخص. خدت بالك؟ وبالتالي سياسيا لا يمكن تقييم الاشخاص، لان احنا كنا ننتظر، يعني حتى عندما اعلن الوعد بانه سيعين نائب امراه ونائب قبطي ونائب من الشباب، كان تعليقي الاول والمباشر اننا لا نريد تعيين نائب عن الاقباط، ولكن نريد تعيين نائب قبطي، والفرق بين الاثنين كبير. لان تعيين نائب على الاقباط دخلنا في المحاصصه ودخلنا في التقسيم الطائفي ودخلنا انه الاقباط عندهم مشكله يروحوا للنائب القبطي. ايوه. ودي حاله في منتهى الخطوره. حتى اضطروا للتحول الديمقراطي يعني في مجاله، مجال البحثي ومجال الفكري وده يجاوب على هل هو ممثل للاقباط؟ لا مش ممثل للاقباط، وانا لا اريد ممثل للاقباط. انما انا كنت اتصور اذا كان هناك تفعيل لوعد النائب انه هذا النائب يصبح نائبا قبطيا كرمز لمشاركه الاقباط في السلطه، ولكن ليس نائبا عن الاقباط، وده لازم في التحديد نحدده طبعا، لانه عندما يكون نائبا عن الاقباط دخلنا في الطائفيه. هو نفسه سمير مرقص لما قعد صوت دي اول ما الخبر اتقال الاسبوع اللي فات قبل ما يتذاع يعني رسميا، فكنت عايز اعمل معاه حوار، قال لي طب استني لما القرار يطلع رسمي. فبقول له بصفتك يعني هتبقى مساعد قبطي، قال ضايق جدا، انا ارفض وصفي بهذا، انا راجل لي تاريخ في العمل السياسي وتاريخ في العمل البحثي والفكري، ازاي يعني تحصروني في الحته دي. وبالتالي طرح القضيه من منظور ما راي الاقباط ماشي، خليها بس اقول لك حاجه، اصل الفصل الحدي ده فصل غبي، يعني بمعنى ايه؟ عندما مش عندك انا بكتب على الفصل الحدي ما بين من كانوا هنا ثم ذهبوا الى هنا، او انه انتهى عصرهم بكذا، بمعنى ايه؟ يعني انت حتى في ثوره 52 تم الاستعانه بعبد الرزاق السنهوري رغم انه كان رئيس حزب في ايام الملك وكان رمزا من العصر الملكي، لكن كان كفاءه قانونيه ودستوريه لا يمكن الاستغاثه عنها او الاستغناء عنها. واخد بالك؟ اذا هناك اشخاص لا يمكن بحال من الاحوال عندما ننتقل من نظام الى نظام ان نضع حدا بالسكين ونقطع الى هنا ينتهي عصر مبارك ومن هنا يبدا الجمهوريه الثانيه. ما ينفعش. الحاجه الثانيه لاحظي في كل التعديلات في كل الوزارات المتعاقبه من 25 يناير لغايه النهارده في شخصيات كانت بتنتقل من هذه الوزاره الى تلك رغم تغير رئيس الوزاره ورغم تغير النظام، حتى عندما آل الامر الى الرئيس محمد مرسي وهو ممثل الهوى الاخواني اللي لم يكن الانتساب المؤسسي الان اخواني، لكن الهوى اخواني، اخذ بعض من الرموز التي كانت من ما قبل 25 يناير في وزارته الحاليه. ايوه ده حقيقي. بالعكس انا عاوز اقول لك على حاجه ثاني، وزير النقل امبارح او النهارده امبارح عاد تعيين رئيس هيئه السكك الحديديه اللي كان منتسب للعصر المبارك. كويس؟ هذا الامر لا علاقه له، يعني ما نقدرش نقول انه 25 يناير انتهى عصر مبارك او 18 يناير احنا بنقول ان احنا ما زلنا في المرحله الانتقاليه، ومن سمات المراحل الانتقاليه عقب الثورات ان هي بتبقى الاستفاده من كفاءات وخبرات بالظبط، يعني بتبقى فيها انتقال من كل شيء للجديد، هو لازم يبقى مشترك. انا عاوز اقول لك تعبير طبي ربما يكون اصلح، نحن نحتاج الى فتره حتى ينسحب المخدر من الجسم المصري من الاخر، وبالتالي فعارفه ينسحب، وبالتالي خلينا نبقى واقعيين ونقرا بعيدا عن التنظير. اصل الجماعه المخرج دي عندها ازمه في انه هم مبتلعين او مختطفين للتنظير، وعشان كده بعيد عن الشارع. احنا ايه اللي بنعمله دلوقتي هنا؟
احنا بنحاول نقرب من الكيانات الاكثر قربا من الشارع، اللي هي لما يكون في واحد عنده مشكله خطفوا بنته بيجري الائتلاف بتاع البنات القاصرات دوت ويقول له الحقني، فيروح جايب له محامي وجايب له كذا ويجري ويعمل له ويسوي. ما هو ده بقى بيرجعنا تاني لسبب حوارنا الرئيسي اللي هو المجلس الاستشاري القبطي والنخب القبطيه. معلش احنا طلعنا بره الحوار موضوع سامي كروز، فخلينا نرد تاني لحوارنا. بعض الناس بيتهموا النخب القبطيه انها اخطات اخطاء جسيمه في الفتره الاخيره، ومن ضمنها المجلس الاستشاري خاصه باعلانها عن تأييد مظاهرات 24 أغسطس. هكمل حضرتك بقى متهم شخصيا بانك ارتكبت 3 أخطاء. اول خطأ انك أيدت ودعيت لمظاهرات 24 أغسطس، وهي كانت مظاهرات شبه موصومه، كان فيها شيء من الجدل بسبب الداعين ليها وعكاشه وبحمد والكلام من ده، وما كانش ظاهر ان في حركات قويه نازله لان هم وصلوها قبل ما تبدا، فكان محكوم عليها ان هي هتبقى حركه ضغط مش قويه. الجواب دي وبعدين كملي يعني عشان ناخد واحده واحده الجواب. ماشي، ده الخطأ الاول. البينه في هناك قاعده فقهيه وقانونيه تقول البينه على المدعي. انا عمري ما اتكلمت في السر، انما كل تصريحاتي معلنه. انا عندما سالوني عن 24 اولا انا المشارك في 24 اغسطس واحد، يعني مش دعيت ليها وسبتها، انا لا اشارك. 2 انا كانت اجابتي محدده وواضحه ومسجله وموجوده. ايه رايك في 24 اغسطس؟ قلت لهم هذا جزء من الحراك السياسي وحق اصيل لاي مواطن ان يعبر عن رايه ويعترض الى اقصى حدود الافراد، ولكن من خلال قنوات معترض بها وبعيد عن التخريب ايا ما كان هذا التخريب. وعشان كده قلت تعبير ربما ما اعرفش حضرتك سمعتيه ولا لا، قلت نحن نريد ان ننتقل من ثقافه المرحله الانتخابيه الى ثقافه وجود رئيس. ولما سالوني تفسير قلت لهم ما زال الناس حتى بما فيهم ان هم خرجوا في 24 بعض الذين خرجوا في 24 اغسطس قالوا ان احنا عاوزين نشيل الرئيس. هم فاكرين ان هم خارجين يسقطوا الاخوان. لا مش بس كده، هم لم يخرجوا ذهنيا وسياسيا بمرحله الانتخابات. هم يتصورون اننا الان ما زلنا ندير معركه الانتخابات. انا كنت قبل معركه الانتخابات غير مؤيد للمرشح الرئاسي محمد مرسي. ما ده الخطأ الثاني. استنيني حضرتك كنت متأيد شفيق. لا استنيني. انا عندما اختار انا لدي قناعات شخصيه بان اختار ده في المفاضله. ربما اختار بين الاقل ضررا من الاكثر ضررا. خلينا بس في الاولاني. وبالتالي عندما تكلمت عن 24 اغسطس بالتحديد قلت انا لا ارفض 24 اغسطس من منطلق انه حق طبيعي واساسي لاي مواطن ان يعبر عن رايه. هل نجح؟ على ثواني ما تدخلنيش في سؤال قبل ما اخلص السؤال. لسبب ايه؟ لسبب انك مش هتدي اجابه شافيه للسؤال عشان انا عمال اتنطط في الاجابات. ما احنا عايزين اجابات الاضافيه كمان عشان الناس تقدر تتابع. ماشي ما انت يعني كل ما الوقت بيوصل الناس ما بتقدرش تكمل. شوف يا ولد 24 اغسطس مجددا هو حق من اي مواطن ان يعبر عن رفضه حتى رفض الرئيس، ولكن في الاطر القانونيه والدستوريه. يعني لا يصح على الاطلاق ان اخرج مظاهره لاسقاط رئيس خاصه بعد 25 يناير. يعني مش هنقعد بقى زي الدول الافريقيه كل اسبوعين يبقى عندنا رئيس. هذا الكلام كلام حتى على المستوى الاقتصادي مرفوض، على المستوى الاجتماعي مرفوض. فبالتالي انا مؤيد 24 اغسطس في هذا الاطار. لكن لم ادعو الناس للخروج في 24 اغسطس. يعني لم يجد على لساني في قريب او بعيد الدعوه للخروج اخرجوا. هذا. وعندما سئلت عن موقف الكنيسه قلت ابعدوا الكنيسه عن هذا، لانه اذا قعدنا سؤال الكنيسه عن راي 24 اغسطس تأييدا او رفضا يبقى رجعنا ثاني للمربع صفر. طيب هل نجحت او لم تنجح؟ انا اتصور انها بشكل جزئي نجحت. لم تفشل فشلا ذريعا، فلم تنجح نجاحا منقطع النظير. يعني مثلت نوع من الضغط المطلوب في الوقت ده. مش بس كده، واكدت ان ما زال في الشارع المصري حياه. في مظاهرات في 31 واعتقد ان كل المشاركين في 24 اكدوا لهم نازلين. ما عنديش فكره عنها لغايه دلوقتي مش هو كمال خليل يعني دي طيارات لكن انا لسه ما قريتش البيانات الاوليه يعني. لكن خليني اقول لك انه من الخطوره بما
نقيس 24 اغسطس على 25 يناير. لا في الحجم ولا في الاهداف ولا في السياق. ليه؟ الناس اللي بيتكلموا على 24 اغسطس من ناحيه الحجم قياسا من 25 اغسطس يناير لازم تكون فاشله. لازم، لكن تقيسيها في اطارها. في اطارها هي ناجحه. ناجحه لاطراف كتير على فكره بما فيها الدوله. يعني في البدايات حتى امس لم تتعرض القوات لفض الاعتصام بالقوه وفض النهارده الدول في خطر حتى امس وبالتالي هي خلاص ادت اللي عليها، قالت برايها ومشيت. لكن ما اقدرش اقيسها على 25 يناير لا في الاهداف، لان احنا مش هدفنا بقى نسقط نظام والا هنسلم الى الفوضى. فعلا بقى المره دي حقيقه هنسلم للفوضى. ليه؟ لانه حتى الان ما زالت القوى المدنيه لم تجد طريقها الى الكلام بلغه واحده اللي هو احنا بنحاول نعمله. احنا في النهايه احنا مش مع ان احنا نسقط الاخوان او نسقط النظام لانه اخواني الهوى، لكن احنا مع ان احنا نشارك. لا انا ليا راي في هذا. انا قلته في برنامج في التلفزيون ربما امبارح او اول امبارح، قلت لقد اعلن الرئيس محمد مرسي انه استقال من حزب الحريه والعداله مؤسسيا. صار الامر الان ملحا ان تعلن الجماعه انها استقالت من الرئيس. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الجماعه ما زالت حتى الان تعيش دور الوصيه على الرئيس. فكره انه اللي يقوله الحزب يبقى هو ده الكلام الرئيسي. بالعكس هو الصحيح ان ما يقوله الرئيس هو الذي يجب ان يلتزم به الحزب، خاصه انه حزب الرئيس. طبعا. كويس؟ وبالتالي خلينا سياسيا نتكلم صح. الرئيس اخواني الهوى، هذا شأنه. هذا شأنه ولا يعاب عليه. لان احنا من الاول عارفين انه كده. وال 52% اللي انتخبوه ووصلوا له الكرسي عارفين بكده. خلاص بننسى 52 دلوقتي لان ما اصبحش بتاع 52 هو اصبح بتاع كل المصريين. لكن بقي ان يتحقق ان تفطم مؤسسه الرئاسه من تنظيم الاخوان ومن حزب الاخوان بوضوح. وبقي ان يفطم الاقباط من عزلتهم ولا توجد كيانات تكرس للعزله. صحيح. يعني انا بقول لك بقى دلوقتي ده كرأيي الشخصي بقى بنقل لك حاجه. لا انا وجهه نظري الشخصيه طبعا معاكي والا يعني انا شايفه ان احنا كده بنكرس لعزلتنا كاقباط عن المجتمع. انت اللي بتكرس. يعني لو خرجت النهارده دلوقتي بالصدفه بره هتيجي في 3 كيانات مسلمه طلبت انها تيجي تحضر الاجتماع وقلنا احنا بس بنقول بره ايه هو علشان الناس لما بره هو اجتماع بره ده في الاوضه الثانيه في اجتماع كبير. واحد من اجتماعات الائتلافات بعض الائتلافات المنضويه تحت المجلس الاستشاري. الامر الثاني انت اعمل عزله للاقباط. لما قالوا تعالوا نعمل كيان يدمج كل هذه الائتلافات مع بعضها ونتكلم مع بعضنا ونصدر قرار موحد. في هذه الحاله يبقى العزله تم تكريسها. لكن نحن كل ما اعود مره اخرى نحن تكوين تنسيقي يحاول ان يعطي خبرات الاقدمين للشباب الجديد دون ان يفرض عليها ان يقبلها ولا يقبلها، دون ان يفرض عليها وصايا، دون ان يوجههم، انما هو يقول له خبرته. وبالتالي نحن عشان كده قلت لك في البيان التاسيسي هو فتح جسور الحوار مع كل الكيانات السياسيه الموجوده على الارض. وهنا اقول كل الكيانات السياسيه واحط نقطه بتيجي من اول السطر لان اللي هنتكلم عن الكيانات دي هي جسور الحوار والتواصل مع كل الكيانات السياسيه اللي موجوده. حوار المجلس ولا حوار الكيانات اللي جوه المجلس؟ عشان ليه بقى؟ المجلس انا مش سياسي. هقول لك ليه الشباب القبطي يزال في كي جي 1 سياسه. يبقى يا استاذ كمان نضخ الشباب جوه الكيانات السياسيه، نضخهم مش يتكلموا معاهم، لازم الانخراط. احنا كنا في شباب بطلنا في سنه شباب اضخهم. لا خلينا نتكلم على ارض الواقع. كلام النظري ارض الواقع في ناس انخرطت في الاحزاب، في ناس انخرطت في الديمقراطيه الاجتماعي في الاشتراك. الجزئيه اللي حضرتك بتتكلمي فيها خلينا اقول لك كيف يمكن توجيه الشباب للانخراط في الاحزاب؟ المشاركه في الكلام معاهم. لا استنوني بس مفيش حاجه، ده كلام نظري اللي بتقوليه. بالعكس الكلام اللي صبرناه بعد الثوره. لا بصي انا النهارده عشان اقول لك انا مثلا متحمس نظري مثلا ليس
منتمس لحزب المصريين الاحرار او لحزب المصري الديمقراطي. عشان اقول لك يا حنان يا ريت تنضمي لحزب المصريين الاحرار او حزب الكتله، حزب الجبهه او كذا. تفتكر اقول لك ازاي؟ فاهمة حضرتك تقصد ان انت عايز تخلق لغه الحوار الاول مع التواصل معاهم. يا استاذ كمال، استاذ كمال انت بتتكلم كاننا احنا عايشين ما قبل الميلاد، احنا عايشين الاعلام شغال والاحزاب دي شغاله كويس جدا. معلش دي فرصه بس اكمل لك الفكره. اكمل لك الفكره. حضرتك احنا مش بنشتغل تحت الارض، والناس اللي موجوده في هذا الائتلاف بيشوفوا تلفزيون وبيقروا جرايد والا ما بيشتغلوش في العمل العام بقى. الناس دي موجوده والشباب موجود ومحدش بقى ما بيعرفش حاجه. العيال قاعده على القهاوي فاتحه التلفزيون على التوك شو على الاخبار وبرغار ما اعرفش فين وعبد الغفار شكر، كل الناس دي بتطلع بتقول، فهم فاهمين ما يكفي عن هذه الكيانات. عشان يتواصلوا هيبقوا يحضروا، هيتوجدوا، هيشاركوا، هيبقوا منخرطين، مش محتاجين حد يزقهم يبقى المكنه بتاعتهم اللي تشغلهم بزنبلك. يعني انا مش قادره يعني ماشي خلاص. بص حضرتك، كلامك نظريا صحيح، ده بافتراض ان الشباب القدسي واعي. انت تعرفين اكثر مني انه ما زلنا حتى الان في مرحله الانسحاب السياسي من الكنيسه. الامر الثاني انه الشباب شايف قدامه الخريطه، لكن عنده حاله من حالات التشوش، عاوز حد يثق فيه يقول له ان هذا الاتجاه هو الافضل من وجهه نظري، ولانه بيثق. اصل الشباب، انت مش بتتكلمي على ناس ناضجه سياسيه، انت بتتكلمي على شباب بيبلور رؤيته لسه، عاوز حد يثق فيه ويكون رؤيته في وجهه نظره صحيحه. هذا لن ياتي الا من خلال التواصل المباشر. اعمل له، اقول له اقعد معاه واقول له خد بالك الحزب ده هيحقق اللي نفسك فيه، مش كقبطي كشاب. الحزب ده اقرب الى تصوراتك فيثق فينضم. اقول له اطرح له بدايل. انا اقول لكل واحد ينضم للحزب الفلاني، لكن اقول له بدايل. اقول له الحزب ده مميزاته كذا وعيوبه كذا، الحزب ده اكثر انفتاح، الحزب ده اكثر ديكتاتوريه، الحزب ده عنده دم جديد دايما يقبله، وهكذا. فبالتالي عندما ادخل معاه في حوار انا لا اوجهه، ولكن افتح قدامه السكه، انور ليه السكه. حضرتك تقدر تنور للناس اللي في القاهره طبعا بالنسبه للمحافظات بقى. عملت احنا من ضمن الائتلافات المحافظه قريبه على البلد. في موجود في حاليا موجود معاه من المحله، موجود معاه من اسكندريه، موجود معاه من الجيزه. طبعا الجيزه دي صله بالقاهره، لا يعني احنا بنتكلم عن المحافظات البعيده شويه، اللي هي فيها نجوع وقرى وعيال مش فاهمه حاجه خالص، والاباط هناك حتى ما بتخدمهمش الكنائس. هو ده بقى جزء من يعني هرجع تاني هو ليه تطلب، لكن حتى الان ليس يعني ما اقدرش اكذب واقول مثلا او اقول لك انه احنا ال 27 ما اعرفش 27 محافظه ولا كام، 28 اقول لك ان 28 محافظه احنا وصلنا ليها. ده هيبقى كلام فيه تزايد وفي كذب باين يعني. فبالتالي لا احنا حاطين في الخطه ان احنا نتواصل مع كل المحافظات بحيث ان احنا الدور التثقيفي والتنويري يبقى هو العنوان الرئيسي لشغل المجلس المحافظات تحديدا. ازاي؟ ليه؟ لان دي طاقات لو قدرنا نفعلها طبعا المجلس من خلال اعضائه اللي هم الائتلافات فاحنا ممكن يمارسوا دورهم بقى العادي، المفروض ان هو ده دورهم. يعني مثلا لو هم جمعيات او مؤسسات ممكن مثلا نقول يا جماعه حد يقول الكلام بتاعنا ده للائتلافات الموجوده في اسكندريه. اللي هو الشكل الهرمي اللي حضرتك وبعدين بتوع اسكندريه ممكن ينفصلوا حتى عن المجلس ويكونوا مجلس استشاري سكندري مثلا. يعني انا بقول ده افتراض يعني. وهكذا تفاجئ انه التنوير نحن نعيش عصر الجهل السياسي والثقافي وربما الدين. الخروج منه ازاي؟ مش بالشعار ومش بالكلام في الاعلام قد ما هو التنوير. ربما الاعلام احد اليات التنوير لكن مش كل الاليات. واخد بالك؟ فاحنا قدامنا مشوار طويل. انا بقول لك احنا ما زلنا حتى في مرحله التاسيس،
حتى الان حتى لو كنا في مرحله تاسيس ده بيسلمنا للسؤال الاخير لان احنا الوقت سرقنا. ده امن. ده امن الوقت. بيسلمنا للسؤال الاخير حضرتك، الخطوات القريبه يعني المستقبل القريب. ايه الخطط بتاعت المجلس في المستقبل القريب؟ احنا النهارده على سبيل المثال بنمارس خطوه من هذه الخطوات، وهي تعريف هذه الائتلافات بعضها البعض. يمكن سمعت حضرتك الصوت العالي، لانه في التعريف بالظبط زي كده العربيه الجديده اللي يقول لك ما تسوقيش بسرعه كذا لان لسه العربيه في التليين. جلسات تعارف يعني. فالتليين ده صعب لان بتجيلي كيانات هي مولوده احاديه. ايوه. وتقول لها لو سمحتي تنازلي عن جزء من طموحاتك لحساب العمل الجماعي. الخروج من الان الى النحن، يا انا عاوز اقول لك ده عاوز اجيال، لكن نحن نبدا نحط طوبه وربما يجي جيل بعدين يكمل. اشكرك جدا يا استاذ كمال، وانت قلت جمله جميله جدا، الخروج من الانا الى النحن. وانا على المستوى الشخصي وعلى مستوى الناس اللي اتكلموا معايا في موضوع المجلس الاستشاري، اتمنى ان احنا نخرج من الانا المسيحي الى النحن المسيحي والمسلم، لنكون شركاء ونظل شركاء في هذا الوطن دون تكريس، لا لعزله ولا لتقسيم في الوطن ولا يعني مش عارفه اقول لك ايه، بس الناس فعلا متخوفه، لكن بدون طائفيه، بدون ما ندفع الشعب ونزوج بيه لطائفيه غير محسوبه العقل. شوف انا مبسوط من التخوفات اكثر الذين من الطبول. ليه؟ لان التخوفات بتولعني في السكه، خصوصا عند المطبات دقه. فبتقول لي خد بالك اذا بقى وقعت فيها استحمل بقى النتائج، لكن خلينا نقول انه التجربه كفيله بالرد على التخوفات، والرد ليس فقط على التخوفات، الرد ايضا على التشكيكات، وهي متجاوزه. التشكيكات هي طبيعه المرحله والتغيير. ماشي، ونحن قابلين، لكن احنا نتمنى ان يا ربنا يخيب ظننا، ونتمنى ان احنا الكيان ينجح. ربنا يوفقك يا استاذ كمال وربنا يوفقك.